لا لا لا، كده عديت المراحل بمراحل. بص يا نقة، من كتر حلفانه بطل صدقه، من كتر حلفانه أو من كسر حلفانه بطل صدقه. ايه اللي حصل النهاردة يا بنات في فيديو شهرزاد اللي طلع علينا بيه؟ قال ايه؟ طالعة تقول لكم بتحط لكم السم في العسل. طب ازاي انت بتحط لنا السم في العسل؟ ازاي؟ انا اقول لكم. الهانم طلع علينا بقصة النهاردة، قصة ان الخال طمع في بنت اخته واتجوز وخلف منها. طيب وادي دخلنا في دلوقتي اغتصاب، او زي ما بيقولوا كده اغتصاب الارحام. طب ايه اللي دخلنا في الاغتصاب؟ هل انت سمعت بقصة زي كده وبتنسبيها كمان لمصر والمنوفية؟ يخرب بيتك من حالك، مالكش حل يا ولية. هو انت كمان جبت المكان اللي انعمل فيه كده؟ ده ما حصلش يا بنات، ولا بيحصل ولا حصل حتى في العالم. يا اللي كنت طالعة بتعيطوا وتقولوا شكرا فرنسا ان انا عايشة في فرنسا، شكرا فرنسا ان انا عايشة في فرنسا. هنا الاغتصاب في فرنسا، في الدنيا كلها، مش هنقول فرنسا بس. لكن انا هحكم دلوقتي المتابعين. هل الاغتصاب بالنسبة اللي في الدول الإسلامية اللي هي ذكرتها كمان مصر بنت الملعونة، المهم ذكرت مصر وبتشوه مصر وحطت لكم السم في العسل. اوكي دخلت بحوار ان احنا كده في ان الجماعة زنا المحارم. طيب ضربت كمان السم في العسل فين يا بنات؟ اقول لكم في الحته نهي، وفي الحته نهي بالظبط لما بعد ما ذكرت القصه قالت لكم الموقع. طيب وقلت المكان، فاذا المكان في مصر. اوكي بس ما قالتش كده، يعني هي قالت كده، انا سمعت كده. طيب ضربت العسل بتاعها او السم في العسل فين يا بنات؟ لما قالت لكم ده انا لو انا بسمع الفيديو او بسمع القصه انا جسمي سخن. يعني ايه جسمك سخن يا هناء؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه. كل واحده ست متجوزه هتفهم كلامي. يعني ايه جسمها سخن؟ يعني انت يا هناء بتحطي السم في العسل للناس. دخلت علينا باغتصاب، مش اغتصاب عادي، اغتصاب زنا المحارم. دخلت علينا في الفيديو بتاعك بتاع شهرزاد ان انت جسمك سخن. طيب نعمل احنا يا هناء دلوقتي في جسمك اللي سخن؟ وادي حتة تانية يا بنات، ان هي حطت لنا السم في العسل. معنى ايه ان انت جسمك سخن؟ لا ونعلق لك ونكتب لك في التعليقات ايه اللي وصل الخال انه يعمل كده في بنت اخته. يا سلام، لا والله انت صدقت الكذبة، انت كتبتيها وصدقتيها. ليه؟ هو مفيش حكومة؟ هو مفيش ناس؟ هو انت كده بتطلعي البلد وكل يوم والتاني بدك تشوهي في البلد علشان خاطر تعملي فيديوهات يا مفلسة محتوى، يا زبالة. بلاد العالم مليانة، مش مستنيينك انت اطلعي على مصر كده. وطالما هتشتغلي على حتة مصر هطلع ميتينك ان شاء الله، مش هسيبك يا بتاعت ميسيو جانو. تعال نرجع لميسيو جانو اللي هو دخل الإسلام يا بنات بناء على أننا كمان عايشة في أوروبا. طيب دلوقتي يا بنات هقول لكم إيه سر إسلام ميسيو جانو، أو ما أسلمش الله أعلم، ما نعرفش. ممكن يا هناء تطلعي لنا على المنتدى شهادة من المسجد إن جانو أسلم، شهادة إسلامه خلاص، بناء على انه هو مسيحي يا بنات، وفي البطاقة بتاعته مسيحي، وفي الجواز بتاعه مسيحي، وفي الدنيا كلها مكتوب مسيحي. اوكي دلوقتي لما اي عيل صغير او اي ست صغيرة او اي حد دخل الاسلام بيروح على الجامع وبيشهد بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبيدخل مع الجامع ان هو الشيخ بيعلمه واحدة
عشان يعرف يصلي، يعرف دينه، يعرف إسلامه ماشي إزاي وحواراته ماشية إزاي، علما إن بعد كده بياخد شهادة من الجامع، شهادة إسلامه. الجامع حتى لو كتبها بإيده كده شيخ الجامع إن فلان ابن فلان ابن فلان أسلم بناء على تاريخ كذا في موعد كذا، في ختم بتاع الجامع اللي هو شيخ الجامع نفسه بيبقى معاه ختم للجامع ببناء على كمان 2 شهود. يعني قسيمة يا بنات زي قسيمة الجواز. اوكي. طيب علشان خاطر نقطع الجدل ما تطلعي لنا شهادة ميسيو جانو من الجامع، شهادة إسلامه. اوكي، بناء على الشهادة اللي بتطلع من الجامع يا بنات بتروح فين بقى؟ بيطلع بيها على الأماكن الحكومية، بيروح يكتب في الأماكن الحكومية، بيغير بدل ما هو بلا ديانة بيغيرها مسلم، أو هو مسيحي بيغيرها إن هو مسلم. وإذا حب يا بنات يغير اسمه للإسلام، مثلا يسمي محمد، أحمد، محمود، أي اسم في الإسلام، فهو بيغير الاسم، سواء واحدة ست أو راجل. بيغيروا إيه؟ مش بيغيروا اسم أبوهم وأمهم، اسم أبوهم أصل وجدهم وكده، لأ، بيغيروا الاسم اللي هو اسم الشخص نفسه. يعني زي جانو، مش لازم جانو كان سموه السيد أو سموه محمد أو سموه أحمد، والله ما يدفع عليه لا محمد ولا أحمد ولا محمود، لأنهم أسامي الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. نستينا يا هناء، نسلم على البنات. ازيكم يا بنات، عاملين ايه واخباركم ايه؟ حطوا لي لايك واكتبوا لي تعليقات حلوه كده زي وشكم الجميل ده، لان انا كده بلم اصحاب وبلم اخوات. انتوا عارفين ومش عايزه اقول لكم ان القناه من غير ارباح. يعني بنات اي قناه تتعودوا عليها وتشوفوها وفيها عليها اعلانات تعرفوا ان القناه دي مفعله ارباح. انا قناتي احب ادور على اخواتي الحبه، احب ادور على اصحابي، احب اعمل مع نفسي عزوة وناس وأصدقاء وحقيقي. خلاص يا حبايبي، وإن النقد بتاعي عجبكم حطوا لي لايك، ما عجبكوش ما تحطوش، انتوا براحتكم. طبعا أنا ما بجبرش حد على حاجة، مش زي طبعا مفترسة في فرنسا شحاتة اللايك، مع إن عندها ما شاء الله ما شاء الله بتنتقد نفسها بنفسها. طب تعال نرجع لموضوعنا تاني يا بنات. لما قالت هحطه في التعليقات واكتبوا في التعليقات ليا رأيكم في الخال اللي اغتصب بنت أخته، ماشي؟ طبعا هي زي ما قلت لكم بتشوه مصر. طب خلاص خلينا نسيبنا من الحتة دي. اكتب لك التعليقات ايه اللي يوصل الشباب لكده يا هناء. طيب ارجعوا للفيديو اللي قبل ده يا بنات وشوفوا ايه اللي يوصل الشباب لكده. لما واحدة بنوتة تقعد مع واحدة مفترسة وتكتب لها في التعليقات أنا خطيبي جاب لي خطبني، وبعد ما خطبني قال لي ما فيش، مش إمكانياته ما تقدرش إن هو يعمل لها قاعة، وإمكانياته ما تقدرش إن هو يعمل معاها شهر عسل. فالست ردت عليها وقالت لها إيه؟ قالت لها ده لو كان عندك دبلة ارميها في وشه. دي مفترسة بقى. ولو كان عندك دبدوب ارمهوله، لأنه ده ما يصلحش يبقى جوز. يا سلام، أهو ده اللي وصل الناس لكده. عرفتي يا مفترسة ولا ما عرفتيش الرد عندك برضو من نفس الفيديوهات بتاعتك في اللايف بتاعك اللي كنت طالعة علينا في عاملة زي أمنا الغولة وقعدلنا على السرير ولابسلنا الخمار اللي ما بيتغيرش، خمار الفضيلة، لابسة لبس الفضيلة وانتي إنسانة غير فضيلة. طلعت في لايف تاني بتقولي شكرا فرنسا بتعاملوني كإنسانة، فشرت عينك انتوا 10 زيك. مصر بتعامل أولادها فوق الراس، مصر فيها الدكاترة وفيها الممرضين وفيها أعلى مستشفيات في العالم. انتي إنسانة ناكرة الجميل، انتي إنسانة طلعتي من جلدك زي ما قلتلك قبل كده. هتيجي على مصر حاجة عليكوا على 10 زيك، علما ان انا عايشة في أوروبا برضو، خلي بالك، وعايشة برضو من زمان كتير، فمش مستنية واحدة صفرة زيك معفنة تتكلم على مصر وتتكلمي في الأعراض ليه، وداخله في حوارات تعرفي الناس وتعرفي الشباب والستات وحوارات. قبل كده دخلت علينا بالرحم وحاطه وجبت لبوس للرحم ولبوس مش عارفه ايه وحوارات اقذر من شكلك ما شفتش. دلوقتي دخلت علينا في الاغتصاب. امبارح دخلت في اغتصاب جانا ومش جانا، شانا ومش شانا، وبيغتصبوا القطط وغصب عنهم وحياتهم كلها اغتصاب. يا سلام، حياة مين اللي كلها اغتصاب؟ حياة القطط والكلاب والحاجات دي ليه؟ هو ربنا ما خلقش من كل حاجة ست وراجل؟
هو ربنا ما خلقش ست وراجل؟ مين قالك ان القطط حياتها كلها اغتصاب؟ الا اذا انت انسانه غير امنه، ماشي؟ وانك انت شفتيهم قبل كده وشفتيهم قبل كده. هو انتوا يا بنات يعني ما بتوقفوش مع نفسكم وتدوا نفسكم علامات استفهام على الست دي؟ الست دي طالعه على اليوتيوب تتكلم في ايه؟ الست دي بلا محتوى بتتكلم في ايه؟ مرة بتتكلم في الأعراض، مرة بتتكلم إن هي تسوق لبلدها اللي هي ربتها وطلعتها واحدة بغلة وطشتها بعد كده لما لقيتها حاجة زرقاء كده فقالت لها يلا يا بت من هنا، طشتها على سوريا. يخرب بيتك من حالك، حتى سوريا ما قبلتش بيكي، قرفت منك ومن حلفانك الزور فرمتك على فرنسا. مسكت في فرنسا بإيديك ورجليكي لأنك خايفة تروحي فين؟ ممكن يودوكي هناك بالصومال احتمال، او يرموك في افريقيا، الله اعلم. ممكن بابادو برضو لو خدك هناك يسيبك هناك، واحتمال ما يسيبكيش لانه هيخاف على البلد بتاعته. بصي يا قلبي، قلت لك قبل كده لما تحبي تنصحي اعملي بالنصيحه، ولما حبي تتكلمي ما تتكلميش في الاعراض وما تتكلميش في حته الاغتصابات دي كتير، اصلك شكلك هايجه كده واسلوبك مش كويس خلاص. وانك تجيبي من بلدك حاجه عشان تذكريها وفي نفس الوقت عامله لايف عريض كبير وفي الاخر تعيطي وتقولي شكرا فرنسا بيعاملوا لي على انك بني ادمه. ليه يا قلبي؟ في مصر بعملوا لك على انك حيوانه؟ ولا لما شربتي وسكرتي وعشت الدور على الضابط وتقولي له ده انا معايا الجواز وبنتي معاها الجواز الفرنسي، قالك تعملي ايه؟ تحطها في تيبوبتك الايه حبيبه قلبي؟ قالك حطها في ايه؟ في طيبه قلبك. ماشي يا قلبي؟ حطها في طيبه ايه؟ في طيبه قلبك. كل بلد ولها قانونها، نحترم قوانينها، وكل بلد ولها اوراقها ونحترم اوراقها. اوكي؟ علما ان الجواز بتاعك الفرنسي بيبقى مكتوب فيه من اصل مصري، يعني مش مولودة في فرنسا عشان تبقي فرنسية، بالعكس هم ادوكي الجواز، يعني منوا عليكي بجواز. يا معفنة يا نتنة يا رمة. هقفلك بعد النهاردة، ولو اتكلمتي تاني مرة في الأماكن الحساسة واتكلمت في الاغتصابات واتكلمتي في الحاجات دي، انت انسانه بلا محتوى. فخليكي كده يا حبيبتي ايه، عيشي حياتك كده، روحي الاكسيوم، لفي في الشوارع، شوفي لك اي محتوى هتطلع علينا بيه، ولا اقول لك شوفي كده قصه من بتوع زمان، خشي على القصص بتاعت زمان، او وانت قاعده كده حاولي ان انت تحوري قصه واطلعي بيها. ما انت كان عيشتك كلها قصص. واحده بتسالها يا بنات بتقول لها ايه؟ بتقول لها لو جالك عريس كويس هتعملي ايه؟ هتوافقي بيه؟ قالت لها هاي اوافق بيه بس يتجوزني. خلي بالكم من الحته اللي جايه دي، يتجوزني ويقعد في شقته وانا في شقتي وانا في بيتي. يبقى جوازي دي يا نقه بقى الجواز اللي انت اتهمتي بيه ام عبود ان هي كانت شغاله بيه، انت وام ضب، اللي هي كانت تشتغل في جوازات المتعه. منكم لله وحسبي الله ونعم الوكيل، ده طلع رضا بهدلكم. واللي ما شافش الشوت اللي انا حطاه على القناه يروح يشوفوا يا بنات الشوت بتاع رضا اللي بقول لهم منكم لله اتهمتوا الست في الاعراض. ست بتربي ايتام، ست جوزها متوفي من 3 سنين وبتربي ايتام وعايشه في بلد غربه. في بلد السعوديه ما تعتبرش غربه، هي بلد اولادها وبلد جوزها. بس ارجع واقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بتعملوه. فاللي فيها بتجيبه في الناس، وطلعت في اللايف طلعت السر بتقولك انا اتجوز بس كل واحد فينا يبقى في شقته، يبقى جواز مسيار يا نقة. انت وام ضب اللي انتوا اتهمتوا بيه ام عبود اللي قناتها اسمها زمن الطيبين. ومن هنا اقول لكم انتقادي خلص وعدى، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك يا حبايبي، وتكتبوا لي تعليق كويس كده زيكم يا احلى بنات واحلى صحبه واحلى اخوات. سلام.